مرحبا بكم أصدقائي في الحلقة الثامنة عشر لمسلسلنا الرمضاني مسلسل عشت معه. كيف ما شفنا أصدقائي في قفلة الحلقة 17 أن منير اللي خدام من عند دريس جا لعند شامة قالها الوليدات عطاتو واحد وهو يقولها قال لك دريس راه ثلاثة الأبناء ماشي غير واحد. قالتلو هادشي علاش قدرنا. المهم هو يا غادي يمشي لعند دريس وغادي يقولها ليه دريس ما غاديش يعجبو الحال. كيف ما شفنا أصدقائي أن شامة شافت في ماريا واحد الشوفات خطيرين، وحتى ماريا مني شافت في شامة لقاتها كتشوف فيها. هنايا شامة غادي تقول ماريا انتي هي الحل الوحيد اللي عندنا، دابا فين غتبيني لينا انك راه فغيم وباغا تخدمي معانا، انتي اللي غتجيبي لينا هاد جوج وليدات. ماريا ما غاديش تبغي وغادي تعترض وغادي تقول لها ما نقدرش ندير هاد الفعله هادي. غادي تقول لها لا غادي تقدري وانتي اللي غادي تجيبيهم من السبيطار اللي انت خدامه فيه. المهم أصدقائي ماريا ما غاديش تبغي، ولكن ماريا غلقات راسها صافي اللي عطا الله عطاه، واخا هي جات باش انها تقلب على ولدها ومن بعد تبلغ عليهم بوليس، ولكن والو ماريا غرقات ولات كدير بزاف ديال الممنوعات، مثلا ولات كتسرق الوليدات الصغار هادشي راه خطير بزاف. المهم رمات براسها في التهلكة، وحتى الشامة غادي تأمرها باش انها تجيب ليها جوج وليدات اخرين. ففعلا غادي تحاول ماريا دير هداك الشيء اللي قالت ليها شامة، وفعلا غتجيب ليها جوج وليدات وغادي تعطيه وغادي شامة تديهم لدريس. مني غادي تديهم لدريس غادي يقول ليها تعطلتي عليا، يا قلتي ليا حيد الزبير ما يبقاش خدام معانا والخدمه غادي تكون سانك سانك والخدمه غادي تمشي مزيان، علاش تعطلتي؟ اخر مره باقي نسمح لك تعطلتي. المهم دريس ولا باغي ليها هي السبه ولا باغي هي منين يشدها، خصوصا ان ضربت ليه رجل من الرجال ديالو اللي هو كيروج ليه المخدرات. اصدقائي داكشي علاش بقى فيه الحال، وهو دابا راه عارف بان شامه هي اللي حاولت تقتل الزبير، ولكن ما عندوش دليل ملموس، وداكشي علاش ولا باغي ليها غير السبه وباغي يتخلص منها. وهو اصلا باغي هو اللي بقى يحكم هذاك الدرب، ولكن باقي ما طاحش على اسرار الحرفه، داكشي علاش باقي كيستغل في الشامه. المهم أصدقائي شامة راه باقا غادي تلقى بزاف ديال المشاكل مع دليس. كيف ما سبق وقال ليها الزبير قال ليها من الأحسن ما تعرفيش شكون هو دليس، من الأحسن ما تعرفيش مع من أنا خدام، ولكن هي قصحات راسها ومشات للفيلا باش تقلب على شكون هاد دليس هذا اللي كيخدم مع الزبير وكيعطيه هاد الفلوس كاملين. واخا عمر مشات ليه عينو ما تهداتش وبقات زادت زادت غرقت معاه وزادت بغات تبقى تخدم معاه وطالبات باش ان الزبير ما يبقاش خدام معاهم وتبقى غير هي خدامه مع دريس. هي كدير هاد الشي باش انها تعرف نقاط الضعف ديال دريس، ولكن للاسف دريس راه هو اللي باغي يعرف النقاط ديالها، وهو اللي باغي يحكم هذاك الدرب، وهو اللي باغي يبقى يحكم في البنات. خوتي نمشيو عند الزبير غادي يخرج من المستشفى. كيف ما شفنا الوضع ديالو خطير، غادي يخرج باغي ينتقم من شامة. بالرغم من حتى هو ما بقاش عاجبو الوضع ديالو، ما بقاش عاجبو هاد الممنوعات اللي كيبيع فيهم، وهاد الحالة اللي عايش مع شامة ومع دريس خارج ما عجبوش الحال نهائيا، ولا باغي واحد الحياة اللي هي سعيدة، ولا كيفكر في الزواج وفي الوليدات وفي ان خوه عمر يكون معاه. ولكن عنده واحد العقدة كبيرة بزاف، هي أن شامة حاولت تقتله. هو عرف بأنها قاسم هو اللي ضربه، شافه هي فاش تضرب قال ليه البرهوش هو راه عارفه. المهم أصدقائي شامة ما غاديش تبغي الزبير يعرف بأنها هي اللي حاولت القتل ديالو، ما غاديش تبغي حتى دريس يعرف، لأن دريس عزيز عليه الزبير. علاش؟ لأنه كيخدم ليه خدمة متقونة أصدقائي، كيجيب ليه الوليدات وكيروج ليه المخدرات من زمان. داكشي علاش غادي تحاول تقتل قاسم. كيف ما شفنا أصدقائي حتى عمر ما عجبوش الحال أن شامة تحاول تقتل خوه الزبير، لأنه رغم كل شيء ورغم أنه مقلق منه بزاف لأسباب شخصية، لأنه دائما كيظن بأن الزبير هو السبب في الموت ديال الأم ديالو، وكيحس بالشمع بحال الأم ديالو، ولكن غادي يرجع سنة اللور وغادي يعرف بأن شامة غير كتستغلو. والدليل أنه من مشات ليه عينو باقا ما حركاتش حتى شي ساكن، بقات كتخدم عادي، يعني ما حاولتش ترسم شي خطة ضد دريس، ما حاولتش تنتقم ضد دريس نهائيا.
في حين أن كون خلّت عمر هو يتصرّف كان ممكن ينتقم لنفسه، لأن شفنا أنه قوي جدًا. المهم أخوتي سعيد كذلك اللي كيدي الخبرات لدريس وفي نفس الوقت كيجيب الخبرات للزبير غادي يبقى على هذا الحال، وكيف ما كتقول بعض المنصات أن سعيد راه ممكن يكون من البوليس، داكشي علاش أنه كيجمع فيه معلومات مهمة، حيتاش البوليس عندهم شكايات ولكن ما عندهمش دلائل ملموسة على هاد الشي اللي كيديروا، هما راه ديجا الناس مبلغين عليهم من الدرب والناس مبلغين عليهم ولكن ما عندهمش الدليل، داكشي علاش زرعوا بيناتهم سعيد، وسعيد لحد الآن باقي ما عرفش باقي ما طاحش على شي حاجة ملموسة، يعني خاص البوليس يشدوهم متلبسين. رجعوا لماريا خوتي لأنها ولات كتحس براسها بأنها صافي توسخات بزاف وما بقاش قادرة تخرج من هاد الزوبعة اللي هي فيها والهدف ديالها هو أنه تلقى ولدها وعاد تحاول تقطع الحبل بشامة أو لا تبلغ عليهم أو لا دير شي حاجة ولكن البيبان كاملين سداهم في وجهها فاطمة. علاش؟ حيتاش فاطمة هي اللي قطعت هاديك الورقة اللي كان ممكن توصّلها للابن ديالها. المهم واحد النهار غادي تكون ماريا كتقلّب في الدار وغادي تلقى هاديك الورقة المقطعة، هنايا كتصدم بزاف وكيطيحوا ليها بزاف ديال التساؤلات في الراس ديالها، غادي تقول هاد الورقة علاش قطعتها فاطمة؟ لأن كاينة غير هي وفاطمة في الدار، علاش ما بغاتنيش نوصل لولدي، علاش جابتني أصلًا فاطمة ودخلتني وسط شامة. المهم غادي نكتشفوا بأن فاطمة حتى هي عندها واحد الدور كبير في هاد العصابة، عندها واحد الرابط اللي هو كيربط ما بين دريس والزبير وشامة، وهي راس الحربة ديالهم. رجعوا خوتي المحامي، المحامي من غيشوف أن ماريا مهتمة بزاف بالزبير ولات كتلاقى معاه بزاف غادي تجيه الغيرة، هي باش أنه يومًا ما غادي يمشي عند شامة وغادي يقول ليها هادشي بعد مجموعة من الأحداث أخوتي غادي يقول شامة بأن ماريا أصلا راها جات هي كتقلب على ولدها وأصلا راها بلغات عليكم البوليس لأنه فعلا ماريا راه غادي تبلغ عليهم البوليس أخوتي مني غيطلع ليها هادشي في راسها راه غادي تبلغ البوليس. صافي هنايا كتكون أصلا ماريا كتكون عرفات شكون هو الابن ديالها، عرفات بأنه هو الولد اللي مربياه شامة، وهاد الشي غادي تقولوا ليها فاطمة ملي غادي تواجه معاها وتبدا تهضر معاها وغتقول ليها علاش قطعتي الورقة، علاش جبتيني، المهم غادي تعترف ليها بأن ولدها هو سعيد الصغيور، وفي الأخير شامة غادي تبقى بوحدها.